هو المنتخب ده بتاع مين يا جماعة؟ كابتن حسام حسن المحلل الفني مع مهيب عبد الهادي يقول ايه الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. سيبك من التدريب وتعالى ارجع تاني اقعد مع مهيب. كابتن حسام حسن طلع وقال في المؤتمر الصحفي اي لاعب هيطلب مني ما يلعبش على نجيل صناعي اللي هو ماتش موريتانيا هناك لان الملعب عندهم نجيل صناعي هوافق على طول، عشان يطلع بعدها قرار باعفاء محمد صلاح عن خوض مباراة موريتانيا التانية، ويجي بعدها على طول مصطفى محمد ماله قرر عدم خوض المباراة اصل عنده مشكلة في العضلة الخلفية. مصطفى محمد اللي ما لعبش الماتش اللي فات اصلا، يعني تقريبا ده نزل في الشوط الثاني فما لعبش. فالفكره كلها هنا بقى لو فرانكفورت بعت لك وقال لك بعد اذنك معلش احنا مرموش مش هيلعب على نجيل صناعي، والريان القطري بعت لك قال لك معلش تريزيجيه مش هيلعب على نجيل صناعي، والزمالك والاهلي بقى كل نادي بقى بعت لك قال لك اللعيبه بتاعتنا ما تلعبش، اللعيبه بتاعتنا ريح، هتعمل ايه؟ هتلعب بالمنتخب فتره تنزل انت وابراهيم اخوك واحد مهاجم واحد باك ولا ايه؟ بس عشان لو كابتن سعفان الصغير يقف في حراسه مرمى وتلعبوا انتوا بقى تمام. عشان بس يا جماعه لما بنطلع وننتقد ونهاجم ونقول الكل بيطلع يتكلم ده انت بتهاجم لعيب بعينه، ده انت بتهاجم المدرب، ده انت ما انتش عايز المدرب، ده انت مش عايز ايه. كلهم شافوا مننا الدعم، كل المصريين دعموا المنتخب، كل المصريين دعموا كل اللعيبه. محمد صلاح كابتن حسام حسن لما كان مصاب في افريقيا وليفربول طلب ان هو ياخده يعالجه عنده قال لك لا ما يسافرش يتعالج هنا، لا ما يعملش. لو انا المدير الفني لو مشي ما يجيش تاني. طب اديك المدير الفني هتعمل ايه؟ هتمشيه مش هتجيبه تاني؟ مصطفى محمد هيمشي مش هيجي تاني؟ عشان بس احنا عايزين نعرف المنتخب ده بتاع مين، يعني المنتخب ده بتاع مين؟ هل ده منتخب صلاح زي ما بيتقال؟ اصل ان نادي ليفربول يبعت لمنتخب مصر يقول له معلش بعد اذنك احنا عايزين اللاعب بتاعنا تمام عشان مش هيلعب على نجيل صناعي، وحضرتك تقوم جاي قايل تمام ماشي اصل محمد صلاح تمام مش هيخوض المباراه. يا عم خدوا معاكم وقعدوا احتياطي، ولا الباشا ما ينفعش يقعد دكه ولا ايه بالظبط؟ يعني اصل انا عايزين نفهم الحته دي، عايزين نفهم ليه كل حاجه محمد صلاح، كل حاجه محمد صلاح، كل حاجه محمد صلاح. طب المنتخب، طب مصلحه المنتخب، طب مصلحه مصر فين؟ ولا هو نادي ليفربول خايف عليه واحنا مش خايفين عليه؟ ولا هو نادي نانت الفرنسي خايف على مصطفى محمد واحنا مش خايفين على مصطفى محمد؟ اصل بس موضوع ايه العضله الخلفيه ومش العضله الخلفيه والكلام الفاضي ده اركنه بس على جنب، اركنه على جنب يا سيدي الفاضل. انت اللي اديت لهم فرصه ان هو اي لاعب مش عايز يلعب المباراه يقول، انت اللي اديت فرصه للانديه بتاعت اللعيبه انها تبدا تتكلم معاك اصل معلش ريحوا لنا الماتش ده، معلش هاتوا لنا يتعالج معانا، معلش اصل هو مش جاهز يلعب المباراه، معلش اصل احنا محتاجينه. طب ايه الدنيا؟ هنفضل كده لحد امتى؟ طول ما احنا ماشيين بالطريقه دي وبنفضل مصلحه اللاعب على المنتخب تمام رياضيا لعب كوره، مش بكلمك ان هو مصلحه اللاعب ان هو مثلا مصاب فانا العبه خالص، كوره لعب كوره. طول ما انا هفضل اللاعب على المنتخب اقسم برب العزه المنتخب ده ما هيشوف نجاحات، والله العظيم المنتخب ده ما هيشوف نجاح. مش هنرجع تاني منتخب الفراعنه اللي بقالنا بالظبط لحد الان من 2010 ل 2024 داخلين على 2025 يا باشا احنا معانا 7 افريقيا. طب ايه انت بقالك كام سنه؟ بقالك 14 سنه داخل في 15 سنه، في السنه ال 15 ما خدتش البطوله. ايه ما حدش هيحصلك ولا هم نايمين ننا ولا ايه؟ انت عندك منتخب زي المغرب لو داس على نفسه اقسم بالله السبع السنين اللي جايين يكسر الرقم القياسي بتاعك تمام. ماليش علاقه يا باشا نجيل صناعي مش نجيل صناعي، اخد اللاعب معايا يا عم، اقعد بره حبيب قلبي. ولا هي كبيره بقى على محمد صلاح ان هو يقعد؟ اصل والله احنا خايفين عليه من التدخلات بتاعت لعيبه موريتانيا ومش عارف. طب نعمل لك ايه طيب؟ يعني نعمل ايه؟ هو محمد صلاح ده لو بيلعب فرقه غشيمه في ليفربول المدرب هيقول له معلش والله انا خايف عليك اطلع بره؟ هتبعت انت للمدرب تقول له معلش والله احنا عندنا افريقيا فريح لي اللاعب بقى او هاتهولي؟ اصل التدخلات بتاعت الفريق المنافس تدخلات قويه عليه ممكن تصيبه. ايه يا جماعه في ايه؟ هو احنا مهزله ولا يعني ايه يعني احنا ملطشه ولا ايه؟ ما انا عايز اعرف. اصل بصراحه كده وضع المنتخب يعني وضع لا يرثى له بصراحه بما يرضي الله. احنا كده يا باشا بنفضل اللاعب على المنتخب. فيا كابتن حسام راجع نفسك، يا اما تاخد قرارات في محلها يا اما تسيب تدريب المنتخب. وزي ما جيت حققت نجاحات، انت دلوقتي كسبان كل الماتشات وتعادلت ماتش واحد، خد بعضك يا باشا واتكل على الله وامشي، وهننسى لك بقى كل التصريحات اللي انت كنت بتعملها. وعلى الاقل يا عم خليتنا في مقدمه المجموعات بتاعتنا. انت فاضل لك في افريقيا نقطه واحده وتضمن الصعود ان شاء الله تاخدها في موريتانيا تمام. وفي كاس العالم انت كده المجموعه اللي معاك كلها هي مفيش اصلا، ما المجموعه اللي معاك ما فيهاش يعني ما فيهاش منتخبات تنافسك. ليه؟ لان انت المفروض بقى منتخب الفراعنه، منتخب الساجدين، منتخب مصر معاه 7 افريقيا. هنفضل عايشين على النغمه دي كتير. السلام عليكم.